طيب تأمل حجمك إلى البلد اللي أنت به، إلى المملكة مثلا، إلى المنطقة، إلى القارة، ولا شيء ولا تذكر. طيب إلى الكرة الأرضية، حجمك إلى الكرة الأرضية مد نظرك ما يوقف عند حد، كذلك ولا شيء، نقطة أو حبة رمل وأصغر يمكن. نبي نسمع أنا وياكم عجب العجاب الآن بهالرحلة يا أخوان، معليش يمكن تتعب العقول شوي، لكن بقول لكم إذا تعب عقلك شو تسوي. أول محطة يا أحبة الشمس. لكن قبل ما نروح للشمس، كم المسافة بيننا وبين الشمس؟ اللي ما في بيت إلا ودخل ضوءها فيه. المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلو متر. مسافة لو تمشي من هنا إلى الرياض 3 ساعات تطق سبدك، وهي 300 كيلو، هذه 150 مليون. طبعا حنا والشمس في مجموعة واحدة، المجموعة الشمسية، الشمس، المشتري، إلى آخره من الكواكب والنجوم. وهالمسافة هذه بس بين الأرض إلى الشمس. طيب الشمس وش حالة وش موضوعه مقارنة بالأرض؟ حجم الشمس إلى الأرض تقريبا 1,300,000 مرة. يعني تجمع 1,300,000 أرض، تجمعهن بمنطقة واحدة تجمع شمس واحدة. لا إله. والشمس وضحاها، العظيم لا يقسم إلا بعظيم. فتأملوا مسافة بيننا وبين الشمس وحجم الشمس إلى الأرض، هذا بس بالمجموعة الشمسية. الشمس انفجارات، تفاعلات كيميائية، لهيب، نار. لذلك نشوف حرارتها بالصيف ما تقدر تقف 5 دقائق. تذكروا المسافة بيننا وبينه والحرارة اللي تجينا منه. لا إله إلا الله. طيب فيه أكبر من الشمس؟ فيه نجم يسمى رجل الجوزاء. رجل الجوزاء وفي بيت الجوزاء. أكبر من الأرض، ما أدري أنطقها صح ولا لا، ما عمرنا قلنا هالحالة. نجم رجل الجوزاء أكبر من الأرض ب400 بليون مرة. بليون أو بليون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا إله إلا الله. معليش ترانا ما قضينا باقي، اسمحوا لي لو طولنا هالمرة، لكن حتى تدرك القلوب من هو علم الغيوب. نجم بالمجموعة اسمه بيت الجوزاء، أكبر من أرضنا 355 تريليون مرة. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طبعا في مسافات ومسافات بالمليارات، بآلاف المليارات، لكن ما أقدر أكتبه ولا أنطقه، فأعتذر أن نتأمل ونتفكر ونتدبر باللي حنا نقدر عليه ونطقه وإيصاله للقلوب قبل المسامع. طبعا مثل ما تعلمون هالنجوم والكواكب ذي اللي حنا نطقنا وذكرنا بعض منها، هذه في مجرة تسمى مجرة درب التبان. مجرة درب التبانة هذه تجمع المليارات والملايين والبلايين من النجوم والشموس. يعني هالأعداد الهائلة والكيلومترات اللي ذكرنا هذه فقط في مجرة درب التبانة. فكيف المسافات بين النجوم الثانية؟ يقال من يبحث في علم الفلك أمرين، إما أنه يصير مجنون أو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب السماء ما فيها إلا المجرة هذه فقط؟ لا، فيها البلايين من المجرات، بل إن المسافة بين كل مجرة ومجرة الملايين من الكيلومترات. لا إله إلا الله. طيب هالأعداد الهائلة وهالأحجام العظيمة هذه وين؟ هذا فقط في السماء الدنيا. كيف بالسماء الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة؟ سبحانك ما خلقت هذا باطلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
أطت السماء وحق لها أن تأط، ثقلت ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد لله. لا إله إلا الله. من الفجر إلى العشاء نسمع كل يوم 4 مرات في كل وقت: الله أكبر. الله أكبر من كل شيء، من كل ما سمعنا، من هذا الخلق كله. الله أكبر. في كل صلاة نستفتح بالله أكبر. وين الله أكبر على أرض الواقع؟ الله أكبر عند الركوع، الله أكبر عند السجود. مع كل أسف نقول الله أكبر باللسان، لكن لم تعرف القلوب من هو علام الغيوب. لذلك هذا التفكر والتأمل يرفع الإيمان. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لا إله إلا الله. هذه مخلوقات، فكيف بالخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ كل ما تقدم العلم ووسائل التقنية الحديثة كل ما اكتشفوا أكثر وأكثر. طولت عليكم شوي معليش، لكن والله العظيم إني أنا وأنتم بحاجة لمثل هذا التفكر والتدبر وهذه العبادة العظيمة. من أسباب تعظيم الله عز وجل وأن تتفكر بآياته القرآنية وآياته الكونية. إن رجعنا المهبط ما أقلعنا منه لو طولنا شوي، لكننا ما بعدنا، ما رحنا بعيد، الله المستعان. وإن شاء الله أننا أقلعنا بقلوب ورجعنا بقلوب أخرى، قلوب مؤمنة، قلوب معظمة لله عز وجل.